اهلا بيكم في الاصدار التجريبي الاول، النسخه التجريبيه ل HS موبايل POS. الناس اللي بتبيع بره بشكل ما شغالين على عربيات مثلا بيتحركوا، بيعملوا مبيعات خارج المكان وعايزين حاجه سهله في ايديهم. عايزين حاجه ما يكونش فيها اوبشنز كتير وتكون سهله، او البريفيو بتاعها على الموبايل او العرض بتاعها على الموبايل مهما كان صغير يكون سلس اكتر. ففكرت وعملت موبايل ابلكيشن، يا رب يعجبكم، وده الاطلاق التجريبي للموبايل ابلكيشن ده. هنستعرض مع بعض دلوقتي تشغيل الموبايل وازاي ان هو بيقدر يحاكي السيستم او يبعت الداتا للسيستم الرئيسي. طيب ده زي ما انتم شايفين كده، ده الويب ابلكيشن بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. لو دخلنا على البي او اس، النسخه دي بتاعت مغسله، يعني العميل بالنسبه لهم هو رقم العربيه، فده رقم البليت نمبر بتاع العربيه، ودي الايتمز زي ما انتم شايفين. وطبعا ده احنا عاملين هنا التعديله او التطوير اللي هو يبقى فيه الايتمز جروب موجوده هنا، باص صغير باص كبير وهكذا. يعني زي ما انتم شايفين كده الفواتير، مثلا لو ريسنت اوردرز كده هتلاقي عندك الفواتير عندك هنا في البيد. دي الفواتير اللي هي اصلا برضو بتطلع منين؟ شايف بي او اس انفويس ليست، دي كل الفواتير. ده اللينك اللي هو بتاع الشركه نفسها. اليوزر نيم هنا اسمه ايه؟ ساين ان. طيب هتلاقي عندك هنا ايه؟ فاتورتين. كويس، دول الفاتورتين دول اوريدي سبميتد، تمام. وبقيه الفواتير دي كلها اللي هي خلاص تم اقفال الفتره بتاعتها. دول الفاتورتين، اول فاتورتين في الفتره الجديده اللي احنا فتحناها لموظف المبيعات الخارجي ده. عادي يقدر ان هو بكل سهوله ان هو كمان يسيرش هنا، يدور على حاجه مثلا باص ولا اي حاجه، او مثلا لو عملنا كده اوكي فرش هيطلع له تنظيف فرش. طيب هو اختار مثلا زي ما احنا شايفين كده، اختار اهو ايتم، طلع رقم واحد هنا، يعني راح على الكارت سله المشتريات، تمام. وبعد هنا بيختار مثلا، اختار ثلاث حاجات. لو راح على سله المشتريات بالشكل ده هيلاقي دول الثلاثه ايتمز او الثلاث حاجات اللي اختارهم. يقدر ان هو يمسح واحده فيهم مثلا بالماينس، او يقدر يزود العدد هنا. بالتالي بيعمل كالكوليشن اوتوماتيك تحت كده. سعر هنا 45 ده شامل الضريبه، اوكي، وال90 ده شامل الضريبه، فبالتالي لما يجي يجمعهم على بعض يبقوا 180، لكن لازم يبين الضريبه عنده. طبعا على حسب الاعدادات بتاعتك تقدر انت تعمل اعدادات مختلفه للضريبه. لو رحنا على فات او تاكسس، دي السيلز تاكس اند تشارج تمبلت. احنا هنا طبعا في الامارات ضريبه الفات هي 5%، وفي شويه حاجات تانية. احنا اخترنا بس ال 5% دي في بشكل افتراضي في السيستم، وكذلك واحنا بنفتح كمان الفتره بتاعه الكاشير اخترناها. طيب لو جينا بصينا هنا، دوسنا كليك كده وشفنا ده بيقول ايه بقى؟ الضريبه هنا بتقول ايه؟ بتقول انها 5% عادي. كويس. لو جينا فتحنا هنا من القلم هنلاقي is this tax included in basic rate. يعني معنى كده ايه؟ ان الريت البيزك ده بيكون شامل الضريبه، السعر بيكون شامل الضريبه. لو شلناها من هنا السعر مش هيكون شامل الضريبه، وبالتالي هيبقى 180 زائد الفات. كويس. الحته دي بقى احنا كده خلاص فهمناها يعني. تمام. طيب خلينا نرجع بقى زي ما كنا على الليست عشان نشوف ايه اللي هيحصل. اوكي، دي الليست اهي. طبعا هختار الكلاينت. لو انا ما اخترتش العميل هيديني رساله ايرور ويقول لي انه لازم تختار بليز سيلكت كاستمر تو بروسيد. لازم. لو انا عايز اسيرش على عميل معين، هيقول مثلا الفئه ال 13 اهي، ظهر لي هنا ال 13، بس هو رقم العربيه ده لا، مش هو رقم العربيه، مثلا البليت نمبر كده. لو الرقم ده ما طلعش موجود اصلا في الليست، فهو عادي خالص ان هو يدوس على اد، فبيعمل اضافه للرقم ده، فاصبح كده العميل هنا اتضاف، واوتوماتيك على طول هيتضاف فين؟ في السيستم ده. لاحظ عندك هنا اتنين فاتورتين بس، اخرها اللي هي فاتوره رقم 36. كويس، لان الاتنين داخلين على نفس الاكونت، خد بالك. اوكي. هعمل تشيك اوت بالشكل ده. هيقول لي طبعا ده الاثنين فرش سياره ب 90 وده ب 90، يبقى الاجمالي 180، ودي الضريبه بتاعتهم بالشكل ده. اختار طبعا البيمنت ميثود اللي هي كريدت كارد ولا كاش ولا ترانسفير، بنك ترانسفير. لو اخترنا مثلا كاش وقلنا والله العميل دفع لي 200 درهم مثلا، هيقول لي الباقي 20. ماشي، متشكرين منك. كومبليت بيمنت، يعمل لك سبميت، وقال لك هنا رجع للراجل 20، ودي الفاتوره رقم 37. تمام. البرنت ريسيت. قبل البرنت ريسيت كده خلينا نعمل ريفرش صغير. طبعا كده كده السيستم بيعمل ريفرش لوحده، بس احنا ممكن ندوس على علامه الريلود دي تاني عشان يعمل ايه؟ يجيب لي الفواتير كلها. اوكي، الفواتوره اهي طلعت 37. بص، جيت عملت كده هيطلع لي اهو 2 في 45 ب 90، والضريبه اتضافت، وكده التوتال كله 180. تمام.
خلينا نعمل بريفيو كده ليها عشان نعرف نقارن ما بين الاتنين. سيبك من الكلام ده اهي الشكل ده، دي الفات وكل حاجه. هنا ممكن برضه في الابلكيشن نعمل برنت ريسيت، وده الطبيعي طبعا ان احنا نعمل برنت للعميل. اوكي اهي دي الفاتوره اللي بتطلع للعميل. طبعا بتطلع عن طريق برينتر صغيره بلوتوث، متوصله عن طريق البلوتوث بالموبايل، سواء الموبايل ده كان اي او اس ولا اندرويد. انا لسه ما جربتهاش صراحه على موبايل حقيقي اي او اس، لكن جربتها على الاندرويد شغاله كويس. هنا اسم الشركه، وهنا لو في رقم تليفون ولا حاجه، وده الرقم الضريبي، وده رقم الاكونت اللي داخل بيه الراجل اللي هو الموظف يعني، وده دي الفاتوره، رقم الفاتوره والديت طبعا، واسم الكاستمر. ممكن يبقى اسمه عادي طبيعي بني ادم، وممكن يبقى رقم. وهنا الايتمز زي ما هي مكتوبه بالظبط، والعدد، الكميه، التوتال بتاعها. مفيش سعر الوحده، مش مشكله، مش لازم، لانه مش هيبقى حاجه مهمه جدا يعني. وهنا السب توتال 171، ودي الضريبه، وفي الاخر برضو اللي هم ال 180 بتوعهم. طبعا اهم اوبشن في الموضوع ان هو لو مفيش عندك انترنت يشتغل اوف لاين، بيسجل فواتير جواه. اول ما يكون في انترنت على طول بيقوم عامل سينك ومودي الداتا على طول للسيستم الرئيسي. كويس. هنا نقدر نعمل بريفيو للفواتير بتاعتنا، نقدر نشوف الفواتير اللي احنا بعناها اهو، دي فاتوره. هنا بنعمل ريفرش، لو نعمل ريفرش للفواتير بيعمل سينك برضو او مزامنه. خلينا نروح على السيتنج كده. سيتنج فيها ايه؟ فيها لانجوج عربي انجليزي. اوكي. فيها الكومباني انفورميشن اللي هو بيانات الشركه. وهنا تقدر ان انت عندك 2 اوبشن ممكن تعدلها هنا. يعني مثلا انا عايز احط رقم تليفون مختلف، هنا ممكن اعمل سينك، اجيب من الداتابيز الاصليه بتاعه البرنامج نفسه. اوكي. عندي هنا الكاستمر ليست، دي كل الكاستمرز الموجودين. برضو اقدر اعمل ريفرش واقدر ادور على كاستمر منهم معين. عندي هنا في اوبشن جميل قوي، اللي هو لو في فواتير متعلقه وانا عايز امسحها ممكن امسحها، بس طبعا بتكون بصلاحيه معينه، مش اي حد يقدر يمسحها برضو عشان الصلاحيه. ليه؟ لان ساعات الموبايل بيعمل مشاكل ولا بتاع، فبنضطر ان احنا ساعات نمسح. وانا مخلي الاوبشن ده بس في وقت التطوير بس، مش اكتر، وطبعا بباسورد معين. الاوبشن ده حلو ليه بقى؟ لان انت لو عندك فواتير، بص تعالى نرجع كده للفواتير. انت عندك نفس الموظف ده او كده، يبقى في عنده فترات متقفله بتاعت امبارح واول امبارح واول امبارح، فترات متقفله اوريدي. فانا لو جيت فعلت الخيار ده ان انا اقدر اشوف الفواتير المتقفله، بص ارجع كده وهشوف الفواتير. بص ده كل الفواتير، ال3 فواتير دول بتوع الفتره الحاليه، والفواتير التانية دي كلها بتاعت الفترات الايه اللي فاتت، اللي هي اوريدي اتقفلت، عشان انا اشوفهم بس مش اكتر. بس عشان انا ما اتلخبطش، انا عايز اشوف مثلا انا كنت بايع لواحد رقم العربيه بتاعته كام، او انا كنت مثلا عامل خدمه لواحد، طب رقم عربيته كام، كانت امبارح، كانت اول امبارح، اقدر ان انا ايه اشوف الفواتير كلها. يعني عايز اشوف بس فواتيره الحاليه بس، يقدر ان هو على طول يقفل الخيار ده. كويس. فبالتالي تظهر الفواتير هم بس الفاتوره، ال3 فواتير اللي هم بتوع دلوقتي اهو. كويس. طيب ايه تاني عندنا اوبشن؟ عندنا لو دخلنا بقى على الحساب ده، اوبشن مفيد جدا برضو اتوقع. ده الحساب بتاع الراجل، يقدر يعمل لوج اوت بروفايل بتاع البي او اس، اسمها مغسله الصناعيه. ده بقى مهم. يوزر اليوزر ده كذا، والفتره اتفتحت، الاوبننج تايم بتاع البي او اس فتح كذا، واسم الفتره. اوكي. بي او اس طبعا ده نفس اللي في السيستم هنا. خلينا نروح كده بي او اس open entry. دي الفترة المفتوحة اهي، دي الفترة المفتوحة. اوكي. اهي نفس التاريخ، اتفتحت امتى، للان كاشير، البروفايل اسمه ايه، والكامباني اسمها ايه. ودي بقى التوتال بتاع المبيعات هنا هتلاقيها. اوكي. عنده هنا عمل فاتورتين. التالتة دي كانت بس نازلة غلط، مش مشكلة. عمل فاتورتين، الاتنين كاش ب400. دي كده ايه التوتال بتاعه. كل ما يبيع تاني كل ما يطلع له. يعني مثلا هو هيبيع مثلا واحدة تانية اهي كده. اوكي. واقفلها، اختار مثلا او كريدت كارد. خلينا نغير شوية، كريدت كارد. اوكي. تعالى نرجع كده لحساب الراجل. اوكي. عملنا ريفرش بالشكل ده، او هو اوريدي عمل ريفرش اوريدي. قال لك 3 فواتير و400. الكارد كام؟ 45. يقدر برضو يعمل لوج اوت عادي. النسخه التجريبيه هتلاقوها على الويب سايت هيثمسلامه.com. جربوا وقولوا لي كده الدنيا معاكم عامله ازاي. بس كده.